رايحة بقى لقيت يوتيوب ارابيا منزله لي بوست عندهم اوكي. يا اهلا وسهلا، ايه الاخبار؟ النهارده الجمعه، جايه اطلع الطفله اللي جوايا واتصالح مع الانر شايلد اللي جوايا، ف منتظره شويه كده وبعد كده بقى هقوم انطلق والعب. وده يرجعنا لحته ان انت مهما كبرت صغير. حاسه اني ندمانه شويه ان انا ما جبتش كتاب اقراه، بس في نفس ذات الوقت انا عارفه ان انا لو جبت كتاب معايا مش هقراه، على الاغلب هبقى حابه ان انا اتمعن في الافق، يعني بعيدا بقى عن ان انا اقرا كتاب او اي حاجه. صباح الخير. النهارده الاحد 29/6/2024. ناوي النهارده اخدكم معايا في اسبوع من حياتي، وبما انه طبعا المفروض هيبقى عندي نشر فيديو بكره لسه مخلصتوش، كنت عايزه اعمل فيه شويه حاجات جديده في الانترو، وكنت شفت كده مقطع لواحده بتصور، فانا عجبتني قوي بصراحه، وقلت ان هي تنفع قوي لو انا عملتها في الفلوج بتاع الكوفي ديت. يعني عايزه احط كده شويه اضافات جديده مختلفه عليه وهجرب. ده غير ان انا بحس ان الكانفا ده معمول بروبوت، مع ان انا اللي مصممه شويه من الحاجات دي، بس بحس ان هي مش حقيقيه. مش عارفه هل اخلي الانترو بقى هي كده زي ما انا بعملها كل مره، بس انا كنت عايزه اعمل حاجه جديده ومختلفه علشان يعني كده اللي هو مش عارفه. دي دي دماغي وقت ما انا بكون بعمل انترو كل مره بتجيلي الافكار دي، هل اخلي الانترو كده ولا اعملها بالطريقه دي؟ طب كده احلى، طب احط دي هنا، طب اشيل دي، طب الصوت، طب ده، طب دي، طب الكلام، كل الحاجات دي. انا اكتر حد بيحب يحط ليمون على الاكل. انا عارفه ان في زبيب، بس يعني برضو يبقى سويت اند ساور ان شاء الله. يعني في حال انكم بقى مشفتوش حاجه حلوه النهارده، ليتس جو. يلا اوريكم. هاخد الفله جايه والله، دي فل، بس يعني بص دي كمان على فكره المفروض تتشال برضو. ايه ده يا قفه مخلوعه. ده الزعتر الامريكي، كنت جايباه من كام سنه من معرض الزهور، وما شاء الله لما حطيتها في الارض كبرت اكتر وكده. كانت الاول في بتاع ده قصريه، وهنا ليف اللي هو كيزان ليف كده متسلقه بقى على الشجر، على الحيطه قصدي. سبحانك يا رب، الحمد لله. يلا.
يا اهلا وسهلا يا اصدقاء، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده النهارده الاثنين، جايه كده في نص اليوم. يعني اللي يعرفني يعرف ان انا بفتحش انستجرام الصبح بدري، بس النهارده فتحت الانستجرام جس وايت، لقيت يوتيوب ارابيا منزله لي بوست عندهم ومجمعه لي كده شويه من الفلوجز بتاعتي وحطاهم لي، ومنزله بوست وكاتبين تحت هوايتي الجديده مشاهده فيديوهات نورهان. او ماي جاد. يعني كنت obsessed قوي وفخوره طبعا، واتصلت بصحابي نزلت البوست ده في كل حته، وانا اللي هو الحمد لله يا رب، الحمد لله. يعني دي لايف ابديت كده كتكوته، الحمد لله يا رب. امبارح ما عملتش حاجه، يعني ما كملتش كده الفلوج، لابتوبي قاعد يعلق فخلاص يعني طفيته كده، وهي الانترو دلوقتي هي اللي واخده اغلب البتاع ده اغلب الوقت، لان حاطه عليه حاجات كتير قوي، فبريمير بيقوم ايه not responding. اي حد بيستعمل بريمير على ويندوز ممكن يبقى بيحصل معاه الحاجات دي. بس عايزه اقول لكم على حاجه كمان يا جماعه، انا عايزه انزل تيك توك، وفي نفس الوقت مش عايزه انزل تيك توك. عايزه انزل تيك توك علشان التيك توك بيجو فايرل وهيساعد الشانل بتاعتي اكتر ان هي تكبر وكده، بس في نفس ذات الوقت I'm so afraid، وحاسه ان يعني هبقى overwhelmed كده، دماغي فيها مليون حاجه، وهحس ان انا هبقى محتاجه اعمل ديتوكس كتير، وهنزل على الابلكيشن ده والابلكيشن ده والابلكيشن ده. ده غير ان انا طبعا بصيح اصلا ان انا يعني القراءه بتاعتي في النازل، يعني محتاجه اخلص ال20 كتاب بتوع السنه، وانا بالظبط دلوقتي يا دوب 4 كتب، ومش عايزه ارجع لبلوك قراءه تاني. وايه كمان استنى، لا وفي حاجه كمان، فمبقتش عارفه بصراحه هل اعمل تيك توك ولا ما عملتش تيك توك. لو عملت تيك توك هقول لكم، لو ما عملتش تيك توك اكيد يعني هتبقوا عارفين ان انا ما عملتش تيك توك. اصلا انا الايام دي الحمد لله عندي healthy skin بغض النظر عن الحبايه دي. بس هقول لكم على حاجه يا جماعه، يعني في الطبيعي ادي البشره اهي، احنا مش شايفين العيوب اللي فيها وكده، بس لما يعني كل حد لما هيجي يدقق بقى في بشرته هيلاقي ان هي فيها حاجات، يعني ما تركزوش في التفاصيل دي قوي. هي مثلا بس يعني الشكل العام الحمد لله الانسان يعني بشرته اتحسنت، فاللهم لك الحمد. عايزه اقول حاجه كمان صحيح بالمره، حاليا قاعده اتفرج على مسلسل اللي هو كوين اوف تيرز، وكل يا جماعه ما اقول ان انا خلاص اصلا دموعي مخلصه وكده، كوين اوف تيرز يقول لي لا والله يا نورهان، يعني لسه عندك في جعبتك بعض من الدموع، فلازم نخلي عينك تطلعهم. اعتقد ان في حاجه كمان عايزه اقولها، في منتشر مؤخرا عند الاجانب موضوع UGC، اللي هو ان انت تجيلك برودكتس وتصور لهم بقى المنتج وكده والبنفيتس بتاعته والحاجات دي. والله حاسه ان انا عايزه يعني ادخل في المجال ده، وبرده مش عايزه اورط نفسي، عشان كل حاجه في المجال ده بتبقى عايزه بقى ايه وقت وصبر ومجهود ومونتاج ومدري ايه، وانا اصلا عندي حاجات. عماله اقول لنفسي دلوقتي يا نورهان ليه عماله تورطي نفسك في حاجات كتيره، مش تخلصي اللي عندك. اوكي معلش الاستورج بتاعتي ماتت، احتجت على طول انقل شويه فيديوهات من التليفون لللابتوب علشان اقدر اكمل لكم الحوارات الموجوده حاليا. في معسكر تدريبي لمده 5 ايام هيبقى هنا في القاهره. لينا صاحبتي اللي انتوا شفتوها في الفلوج بتاع مغامره جديده، هسيب لكم برضو هيطلع لكم كده فوق. هي بصراحه بتبعت لي كل ما يبقى في ايفنت، نورهان في ايفنت يلا قدمي، نورهان في ايفنت يلا، فهي بعتت لي بقى لينك الايفنت ده علشان اقدم على المعسكر وكده. المعسكر طالبين فيديو بتكلم فيه ليه انا هقدم، المشاركه دي هتفيدني ازاي وكل الحاجات دي، فالمفروض كمان انا اقوم اصور الفيديو ده عشان اخر موعد لي في التقديم يوم 5/7. ده غير بقى يعني بصراحه مبسوطه بالفلوج ده جدا، الفايب بتاعته حلوه اولا، مش ده اللي هو اللي انا هنشره يعني اللي هو بتاع I'm just a girl، وده برضو بصراحه انا مبسوطه بيه. يعني الريل بتاع الفلوج بتاع I'm just a girl ده عايزه اعمله كده يعني روعه كده ويبقى كتكوت وحلو. مبسوطه باليوتيوب لان بصراحه بحط عليه الامكانيات بتاعتي، يعني مثلا مهتمه بالتصوير فبصور، مهتمه بالكولاج فبحط بعمل مثلا كولاج او كده، مهتمه بالفونتس والجرافيك فبغير احيانا كده، بعمل الفونت فيها حاجات يعني بغير كده في الفونت على استيليتر، بقعد بقى اظبط في الثامبنيل، يعني الحاجات دي بصراحه بتخليني والله الواحد فنان.
شكرا على الدعم، شكرا على الدعم. اتمنى ان انتوا تدعموا الفلوج ده بقى، يعني تدعموه جامد. وتقريبا القميص ده بحب اقول قميص اكتر من شميز بصراحه، هو هيبقى المنقذ بتاعي بقى في اي فلوج هاجي اعمله في البيت. ف على طول القميص الابيض، لانه كمان بيليق عليه اي طرحه، فاحط اي طرحه وكده وخلاص، مش هبقى محتاجه ان انا البق دي على دي الكلام ده كله. رغيت كتير بس يعني let's go. رايحه بقى اصور بعيدا عن الازعاج كل الحاجات دي. هعمل سيت اب وهصور، وكتبت بقى الحاجات بتاعتي خلاص. ف يلا بسم الله. انا خلصت تصوير، وبعدين وانا على فكره قعدت اعيد في الفيديو 3-4 مرات 5 كده على بال بس ما اظبط الكلام. وحسيت ان انا لما باجي احط كلام مكتوب وعايزه اسجل الكلام ده بجد بيسقط مني وبيقع مني، بس لما باجي كده اقول الكلام من دماغي ببقى خلاص حاسه ان انا عارفه انا هقول ايه، وكله يعني بيبقى مظبوط. ف نسأل الله التيسير والتسهيل، واذا جت خير واذا ما جاتش برضو خير، كله خير من الله الحمد لله. ف يلا بقى نروح علشان لسه عندنا ايه، نعمل فيديو بتاع الكوفي ديت ده. لسه وصلاني perfumes من شوية، مفروض بقى ان انا اعمل لها ريفيو وانزلها على الصفحة. صحيح بالمناسبة هسيب لكم الصفحة تحت في الديسكريبشن بوكس لو حابين انتوا كمان تطلبوا منهم. الكواليتي بتاعتهم رائعة بصراحة. حاسة ان انا بجد مرهقة قوي ومش قادرة، بجد فعلا مش قادرة. امواج دي عربي قوي قوي، خليجي يعني. جوتشي دي انا هاخدها، الباقي دول كده يا مسهل. وبس بجد مرهقة. اوكي، النهاردة الخميس، بعمل ابلود دلوقتي للفيديو، هاخدكم ونرجع نقرأ ورا. هقرأ شوية بقى من This is how you heal. انا عندي مشكلة على الكتاب ده، وتقريبا هو اللي عمل لي بلوك قراءة. والمشكلة معاه ايه، ان هو فقرات، وانا بقيت عايزة حاجة طويلة، عايزة قصة طويلة، لكن هو مش كده، هو بس فقرة تخلص ادخل على اللي بعدها. لا انا عايزة قصة بقى. فان شاء الله المرة الجاية لما هاجي اجيب كتاب ابقى اجيبه قصة، يعني رواية بقى، مش كده. وبس والله يا اصدقاء، اتمنى ان انتوا في الاسبوع ده تكونوا قضيتوا وقت لطيف وكتكوت معايا، ويكون الفلوج عجبكم. ومتنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتتابعوني على صفحتي على انستجرام. هسيب لكم اللينك بتاعي تحت في الديسكريبشن بوكس. ولو عملت صفحة تيك توك لحد ما الفيديو ده ينزل، اكيد هحط لكم صفحة التيك توك برضو تحت في الديسكريبشن بوكس. دمتم بألف خير وسلامة، اشوفكم الفيديو اللي جاي. باي.